السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول خوجة. برحب فيكم من جديد وبحب لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. مثل ما بتعرفوا ما في أطيب من السوس والتمر هندي بشهر رمضان الكريم، بس أكيد في بعض الناس وخاصة ما اللي موجودين بالدول العربية عم بلاقوا صعوبة بتأمين المواد وكيفية تحضير هالمشروبين المفضلين عنا بشهر رمضان. لهيك اليوم رح أقدم لكم إياها بطريقة سهلة وسريعة. تابعوني للأخير عشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أنا رح استخدم اليوم نوع من السوس اسمه رمزي الأصيل. إذا متوفر كمان عندكم بمنطقتكم فيكم تستخدموه، لأني عن جد جودته كتير عالية، كأني جايبينه نفس تقريبا المنتجات السورية. وشوفوا انتوا حسب المنطقة الموجودين فيها وشوفوا المنتجات المتوفرة، بس إذا متوفر عندكم هذا المنتج نكهته عن جد كتير طيبة. رح نحتاج منه كوب واحد، رح ناخد كوب واحد من مسحوق السوس. رح نحطهم بزبدية تكون غميقة شوي، ورح نضيف عليهم نص معلقة كربونات الصوديوم، أكيد كلاتنا بنعرفها. رح نحرك الكربونات مع بودرة السوس، وبعدها رح أضيف له تقريبا نص كاسة مي. والمي ما بدنا نضيفها نغمر فيها السوس، لا بدنا هيك نجربه تشريب، يعني مي عملية غمر كاملة، لا عملية تشريب للمي. رح نضيف المي بالتدريج، ولما نتأكد انه السوس تشرب وترطب بالمي بيكون هاي الكمية كافية، يعني مش هنستخدم نص الكاسة كاملة. وهلا رح نحط السوس ونتركه ينتقع تقريبا 3-4 ساعات. إذا في عندكم شمس بيكون أفضل. أنا تركته بالشمس 3-4 ساعات. وهلا بدنا نجيب البريق اللي بدنا نحط فيه السوس. رح نعبي البريق اللي بدنا نستعمله بالمي، وبدي استخدم صفاية السوس مثل ما لكم شايفينها، هي تجي كمان مع اكياس السوس. رح نعبيها سوس اللي سبق ونقعناه، وبعدين نحطه مباشرة بالمي اللي حطيناها بالبريق. هلا اللي ما متوفر عنده هاي المصفاة، في طريقة تانية ممكن يستخدمها. في عنا أكياس الشاي، الأكياس اللي بنستخدمها عشان نحط فيها الشاي، فينا نجيب كيس ونحط فيه كمان سوس ونسكره منيح ونحطه كمان بالمي. وهدول الاثنين متوفرين يعني في كل المناطق الأوروبية، خاصة أكياس الشاي متوفرين دي ام، ومتوفرين بالروزمان وبالكاوفلاند وتقريبا بكل المحلات الألمانية. أنا عبيت كيس الشاي، رح أسكره منيح. وبدي أحط الاثنين بالبريق ونتركهم كمان هيك 3-4 ساعات. الأفضل إنه نغطي البريق ونحطه بالبراد، نتركهم بالبراد 3-4 ساعات مشان يطلع عندي شراب السوس جاهز ومبرد كمان.
بعد تقريبا كانت 4 ساعات حطيتهم في البراد، صار عندي سوس بالشكل اللي انتو شايفينه. رح نضيف له ماء الزهر او ماء ورد حسب ما انتو بتحبوا، وممكن كمان نحط معه تلج ونشربه، وألف صحة وهنا. هيك صار عنا شراب السوس لرمضان جاهز. وهلأ بدنا نعمل مع بعض تمر هندي. كمان بدنا نجيب حوالي 250 جرام تمر هندي، شوفوا حسب المنتج المتوفر عندكم بالسوق، وبدنا نفرفده لقطع صغيرة بصحن غميق مثل ما بتشوفوا بالفيديو. وهلأ رح نضيف حوالي لتر مي مغلية للتمر، ورح نغطيه بالورق حفظ الطعام، ورح نتركهم 3-4 ساعات لحتى ينتقع عندي تماما. بعد ما تركنا التمر ينتقع 3-4 ساعات، بدنا نبلش نكبسه تكبيس ونطلع منه خلاصة التمر، لأن نحن هون عنا تمر وعنا العجو. بدنا نكبس العجو تكبيس ونطلع منه خلاصة التمر. بعدين بدنا نجيب صفاية ونصفي التمر ونطلعه من العجو. لازم الصفاية تكون كتير ناعمة. وطبعا اللي بيضل عندي بالصفاية من التمر ما بدي كبه، بدي ارجع احطه بصحن وارجع اضيف عليه مي باردة وانقعه كمان شي 10 دقايق ربع ساعة، وارجع صفيه مرة تانية بالمصفاة لاني لسه بكون فيه خلاصة تمر. وهلا عم بضيف السكر، بدنا تقريبا حوالي كاسة سكر ل 250 جرام تمر، وكمان رح نضيف عليهم حوالي لتر مي. بالنسبة للمي اللي رح نضيفها انتو بتقرروها أعزائي المشاهدين، إذا بتحبوا التمر تقيل أو خفيف. وأكيد ما بننسى نضيف الماء ورد والماء زهر. هيك صار عندي شراب التمر جاهز أعزائي المشاهدين، حطيت لكم معه تلج، وألف صحة وهنا. برجع بقلكن كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، ولا تنسوا تتابعوني بشهر رمضان الكريم لأن راح يكون فيه مفاجآت كتير حلوة. وبشوفكن دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.